والله ربنا يخليك، وبشكر اي حد كتب لي كلمة حلوة. انتوا عارفين صناع المحتوى كده دايما عندهم حتة في شخصيتهم، خاصة صناع المحتوى الصغيرين، حتة كده فراجايل كده، اللي هو تحسه دايما سيكينج فاليديشن من الناس. يعني مش عايز اقول قصور في الشخصية، ولكن حتة كده قابلة للكسر في الشخصية. لان كلنا في الاخر خالص الموتيف بتاعنا ان احنا نعمل فيديوهات، هو ان نتفاعل مع الناس والناس يتكلموا معانا، في نفس الوقت نفيد الناس، وفي الاخر خالص لو وصلنا اكيد محدش يكره انه كمان يبقى معروف. فدي كلها دوافع، ولكن لازم نعدي الحتة الاولانية دي، اللي هو انت عايز تقول للناس، الناس تسمع، الناس تقول لك انت كويس او انت صح او احنا استفدنا. فجت في وقتها الواحد ساعات بيبقى مش عايز يكمل، والواحد دايما وهو شغال على صناعة المحتوى في اليوتيوب بيشيل من دماغه ان هو هيسمع كلام حلو، يعني علشان ما يزعلش. فين ايام اليوتيوب الجميلة بتاعت هو انت عرفت لنا كلمتين انجليزي هتيجي تقرفنا، ولا كل واحد درس له كلمتين هيعمل لنا فيها دكتور، ولا يا عم روح بشعرك ده. فين ايام اليوتيوب الحلوة دي؟ ف يعني حبيت اصبح عليكم، وبشكر كل الناس اللي كتبت كلام حلو وكل كلام وحش برضه.